بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بيوم الجمعة ببسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنعمل تحديث لحركة السوق الأسبوعية، واللي دايما بفضل الله بنوعدها معاكم في سوق البورصة المصرية. طبعا اتكلمنا وقلنا ان السوق ان شاء الله السوق الاسبوع اللي فات هينزل ويشخلل وبعدين هيصعد، وبالفعل بفضل الله تم صعود السوق زي ما احنا تكلمنا بالظبط. يعني كل كلمة بنقولها لكم بفضل الله هي صادقة بصدق الشرط. تمام. فالحمد لله رب العالمين، كل كلمة بنقولها لا تخرج ابدا عن اللي احنا بنديها لكم في كل فيديو تحليلي تمام موجود في السوق. الحمد لله رب العالمين. خبر جميل ان جديد ان بدأ ان السيولة بتاعت السوق تبقى منتظمة وصعود صحي، ما بقاش صعود غير صحي. تمام، يعني بقى الصعود كويس على المستويات الأسبوعية والمستويات الرباعية. فده شيء يبشر إن شاء الله إن إحنا في حركة، اللهم لك الحمد، حركة محترمة وحركة لا يوجد فيها أي تلاعب في السيولة. فده يعتبر مؤشر جميل. طبعا السوق يعتبر الحمد لله الأسبوع اللي فات زي ما أنا قلت لكم حصلت شخللة بسيطة ونزلنا فعلا لمستويات 28600 ثم صعد السوق. عندنا الشمعة برضو الشمعة الأسبوعية بتاعتنا شمعة كويسة والحمد لله يعتبر شمعة جميلة. ولكن طبعا هيحصل برضو امتداد إلى مستويات الشخللة عند 28887، يعني حوالي 120 نقطة تقريبا، 28800 و 28900. تمام، و29000 يعني كام نقطة؟ 115 نقطة. وبعدين إن شاء الله صاعدين إلى مستويات 29600 و 29600 إلى 29568. مهم جدا القناة السعرية اللي احنا ماشيين فيها ديت. اختراق القناة السعرية ديت هتكون مبشرة جدا جدا بإن احنا هنكون في اتجاه صاعد قوي بإذن الله، وممكن يؤكد عملية صعود السوق إلى مستويات أعلى بكتير، وهتكون المستويات إن شاء الله هنروح لمستويات ال 30800 ثم ال 32000 نقطة. فده يعني مش عايزين نتكلم في القناة السعرية التانية، خلينا نتكلم في القناة السعرية الأولى عشان إيه، يعني نتكلم بكل منطقة على حسب الإيه الصعود بتاعها. ف 29675 نقطة طبعا الصعود هيكون بعد الشخللة إيه 28788 هننزل ثم نصعد مرة أخرى إلى صعودا قويا. طبعا زيادة البنزين وزيادة الزيادات اللي حصلت في البترول دي هتؤدي إلى تعاظم وتضخم في سعر الأسهم، وبالتالي هتؤكد عملية صعود السوق اللي فعلا الفوليوم أو الصعود أو التحليل بيؤكد لنا إن في لسه عملية صعود قائمة. فده طبعا تدعم عملية الصعود بغض النظر بقى عن إيه اللي هيحصل في السوق الواقعي في المستهلكات، في الأكل، في الشرب. الدنيا هتغلى طبعا، لكن أنا يهمنا السوق البورصة. سوق البورصة اتجاهه صاعد، حتى المستويات الشهرية بدأت تؤكد، وإن شاء الله إن إحنا ممكن صاعدين بقوة إلى أعلى. لكن خلينا نتكلم بكل أسبوع على حدة، وكل حركة أسبوع أنا بكلمها لكم على حدة، كلها بتحصل زي ما إحنا بنقول لكم بفضل الله بكل كلمة صادقة بتطلع مننا. فإن شاء الله الأسبوع بتاعنا القادم هيكون أسبوع صاعد بعد النزول إلى 28788، وإن شاء الله هنصعد إلى 29675، ونخلي بالنا عند قمة القناة السعرية ديت عشان ممكن يحصل بعد كده إيه أي لعب أو أي تلاعب تاني. في أسهم طبعا ذكرت في الأسبوع اللي فات. طبعا في أسهم أنا حللتها، نهر الخير أنا محلله، ارجع لتحليله معلش مع احترامي. في فيديو هنا هتلاقيه على القناة في 50 سهم، في موجود في 50 سهم أنا محلله، هتلاقي منهم نهر الخير، هتلاقي منهم المناجم، والمناجم برضو أنا حللته. الأهلي والتنمية ممكن نشوفه لأنه جديد. أرب ديري ونيو ديب تمام، أوراسكوم كونستراكشن. طيب نبدأ نقول بسم الله. نبدأ بالأهلي للتنمية. خلينا ناخد بالترتيب. أرب ديب فين؟ أرب ديري في الأكل والشرب، متهيألي أرب ديري.
أرب ديري دوت كان من الأسهم اللي أنا كنت منزلها، فاكرين زمان أيام ما قلت لكم في تتبيلة لما كان بجنيه وأربعين قرش وطلع للاتنين جنيه تقريبا وسبعين قرش، واتكلمنا في الأسهم ده. طبعا السهم عمل الكيرفنج بتاعه اللي احنا اللعبة الملعوبة بتاعتنا، تمام، بدأ ياخد اتجاه تاني، يبدأ يطلع تاني. دلوقتي يعتبر إيجابي، السهم إيجابي ما لم يكسر مستويات الجنيه 9.55 قرش. فالتسعة 55 قرش مهم جدا لا تكسر، تمام. واخر مستوى يعني التلاعب في السهم ان هو لا يكسر ابدا هو كسر الجنيه و84 قرش. الجنيه و84 قرش يعتبر كسر، ويعتبر الناس اللي بتحب تمشي وقف خساره ده يعتبر وقف في السهم. والجنيه 9.55 قرش، جنيه بوينت 9.55 قرش برضه يعتبر هو وقف في السهم. غير كده السهم يعتبر طالما هو فوق جنيه 59 قرش او بالاخص جنيه 84 قرش ان شاء الله الاتجاه لسه ايجابي، ما يتخافش عليه، بس مهم المحافظه على هذه المستويات. نيو ديب برضو من الاسهم اللي انا برضو كنت اديتها في وقت من الاوقات، وقلت السهم ده هيروح للتلاتة ونص، وفعلا ايام ما كنا لسه في القناه في الاول كنت يعني انا طبعا توقفت عن الاسهم اللي انا يعني ممكن ادي اسهم تاني، بس محافظه على شعور الناس اللي معايا. انا بحب دايما ان انا احترم شعورهم، لان الناس اللي معايا بتشتغل بما يرضي الله وتكسب معايا وربنا يرزقها خير، فطبعا انا ما احبش ابدا الناس دي تزعل مني زعل. طبعا السهم يعتبر هو برضو عمل الكيرفنج بتاعه نفس اللعبة، نزل للجنيه 38 قرش أو جنيه 34 قرش، وبدأ يؤكد عندها عملية الصعود مرة أخرى. طبعا هو أهم منطقة في السهم هي الجنيه 97 قرش لا تكسر. الجنيه 97 قرش تعتبر ملاذ آمن للي جوه السهم إن هو يبدأ ياخد قرار إذا كان السهم هيكمل أو السهم هينزل. فمهم جدا إن السهم ده المحافظة على الجنيه 89 قرش عشان يستكمل فيه عملية الإيه استكمال الصعود. لكن مهم جدا المحافظة على هذا الدعم اللي هو الجنيه 98 قرش، حتى نتأكد من عملية العطاء إذا كان في السهم إن شاء الله ممكن يأتي. فالمهم نحافظ على الجنيه 89 قرش. مينا الاستثمار. مينا الاستثمار هو سهم من الأسهم العقارية. طبعا السهم برضو شايفين نفس الحالة على معظم السوق، هي اللي هي الحالة الإيجابية برضو عمل الكيرفنج نفس النص فوق. طبعا الناس ما تفهم النزول ده، الناس تفهم إن أي نزول في السهم خلاص تخلف عقلي، خلاص السهم سلبي. طبعا ده من الغباء، وده عدم إدراك الناس لوعي العلم الكامل والعلم الشامل اللي جوه السوق. طبعا احنا ناس بفضل الله متفردين جدا في علمنا، متفردين جدا على السوق، يعني اللهم لك الحمد، من المحللين اللي تعد على اصابع اليد الواحده في الوطن العربي كله، تمام، بفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ان عندها علم قوي وعلم صادق ونظره شموليه للسهم، فمش اي هبوط يبقى هبوط ومش اي صعود يبقى صعود. المواضيع دي مهمه جدا جدا لاي حد بيعرف مين دكتور احمد المصري. لكن احنا في الاول وفي الاخر بنتعامل مع الفكر البسيط للناس الطيبه البسيطه اللي هي ما بتحبش التعقيدات ولا السلوك كده. احنا بننزل علم، يعني والله حلقات نادرة، لكن يعني خلاص احنا بنتكلم من قلبنا. لكن الناس زي ما تقول ملهاش غير الايه السهم علمها وخلاص، فيعني هنمشي مع علم الناس. طبعا الجنيه 99 قرش، الجنيه 19 بدأ يطلع من عنده. عندنا وقف في السهم هو الجنيه 51 قرش لا تكسر. كسر الجنيه 51 قرش هينزلنا تاني مناطق الجنيه 19 قرش. فمهم جدا المحافظة على الجنيه 51 قرش عشان إذا كان السهم، خصوصا إن السهم دلوقتي خلي بالنا إن السهم عند الجنيه 87 قرش أو 78 قرش هيكون عند مناطق يعني بيع، فنخلي بالنا عند المنطقة ديت. تمام. فيبقى عندنا الوقف بتاعنا الجنيه 52 قرش، تمام. ومهم جدا عدم كسرها عشان استكمال الحركة إذا كان في حركة صعود، لكن لو كسرها للأسف هننزل إلى الجنيه 19 قرش. ده بالنسبة لمينا الاستثمار السياحي. أنا كده حللت لك يا حبيبنا كل الأسهم اللي أنت طلبتها. طبعا كل واحد بينه وبين ربنا عليه نيته، لأن أنا بشرح الأسهم على اعتبار إن هو متعلق في السهم أو عايز يعرف علمه وهو شاري فيه. هناخد بعد كده أبو قير وأمك. أبو قير فين؟ أبو قير طبعا السهم يعني لسه بيغلب عليه طابع التجميع،
وبيغلب عليه طابع الحركة العرضية. فطبعا عندنا 53 جنيه 34 قرش لا تكسر. مهم جدا عدم كسر ال 53 جنيه جوه السهم. فتمام، المحافظة على 53 جنيه و34 قرش مهم جدا لعدم النزول لأسفل. لكن طالما هو فوق 53 جنيه و34 قرش السهم يعتبر إيجابي. فوقيها سهم إيجابي، تحتيها سهم سلبي جدا. ده بالنسبة لأبو قير. أمك من الأسهم اللي احنا قلنا واتكلمنا فيها إن فيها السهم ده فيه غمور بيلعب فيه وعمال يجيبه ويهبده ويطلعه ويهبده ويطلعه. السهم طبعا على المستويات الأسبوعية مهم جدا عدم كسر مستويات ال8 جنيه و49 قرش عشان ما ينزل السهم إلى مناطق متدنية اللي هي هتكون منطقة ال6 جنيه ونص مرة أخرى. وعنده للأسف منطقة تانية اللي هي 5 جنيه 68 قرش. فمهم المحافظة على ال8 جنيه 49 قرش لاستكمال عملية الحركة الإيجابية. لكن مهم جدا لا يكسرها، لأن لو تم كسر 8 جنيه 49 قرش السهم للأسف هينزل إلى مناطق 6 جنيه 57 قرش. جزانا الله وإياكم كل خير، كل الناس الطيبة الداعمة التعليقات الجميلة إيجابية، جزانا الله وإياكم كل خير، ربنا يوفقني ويوفقكم دايما. الأهلي للتنمية. السهم ده طبعا سهم فيه غمور يعني من غاية اللؤم والناس فسهم لئيم جدا جدا جدا. طبعا السهم على المستويات الرباعية والمستويات الشهرية في لعب كبير، جدا. تمام. المهم على المستويات الأسبوعية لا يكسر مستويات ال 29 جنيه و70 قرش، والأخص مستويات اللي هي بسم الله ال 26 جنيه 55 قرش. طالما هو فوق مستويات ال 29 جنيه و70 قرش يعتبر السهم جيد. أهم شيء منطقة لا تكسر اللي هي تكون مستويات ال 26 55 قرش، وبالأخص مستويات ال 25 جنيه 57 قرش. يبقى المستويات ديت مهم الصمود فوقيها عشان السهم لا ينزل مرة أخرى إلى 19 جنيه. فمهم جدا إن احنا نفضل فوق مستويات اللي هي ال 27 جنيه ونص ومستويات ال 25 جنيه و40. وطبعا المستوى الأقرب لينا اللي هو 29 جنيه 70 قرش مهم جدا لا يكسرها عشان لا ينزل إلى الأرقام السفلية التي ذكرناها الآن. تمام. طيب في سهم برضو ماكرو جروب. تمام. ماكرو جروب. طبعا السهم ده في غمور بيتم تجميع السهم. تمام. السهم يعتبر يعني في غمور بيتم تجميع هذا السهم من أسفل. السهم يعني يعتبر سهم قوي ماليا. تمام. فالسهم يعتبر ما شاء الله يعني هو في لعب جامد من الغمور، لكن السهم يعتبر مخترق ترند وبيلعب على الترند. فالسهم ده برضو يعتبر هو سهم قوي، ولكن بيتم تجميعه من أسفل، والغمور عمال ينشفه تنشيف كامل عشان يتأكد من إن لما يفكر يطلع تاني إن شاء الله ما يكونش عنده أي نوع من أنواع العراقيل بالنسبة للناس اللي حاملة لهذا السهم. فهو بيعمل على تجفيف هذا السهم، تجفيف حاجة اسمها تراينج بروسيس، أو موضوع إنه بينشف السهم من أسفل ويتأكد من تنشيفه حتى يتأكد من إن كل الناس اللي حاملين لهذا السهم باعته بأرخص الأثمان. لكن السهم طبعا بيتم التجميع، وبعد عملية التجميع هنبدأ بعد عملية التجميع دي ما تخلص هنبدأ نشوف صعود في السهم. فالسهم يعتبر هو من الأسهم اللي بيتم تجميعها لأسفل. تمام. وبعد كده هنبدأ نشوف السهم في حركة صاعدة. جزانا الله وإياكم كل خير. طيب السهم إيه تاني اللي طلب مننا؟ كده حللنا كل الأسهم اللي طلبت. في أسهم تانية طلبت مننا، كل الأسهم اللي طلبت مننا أنا ما حللتهاش. طيب في واحد كان بيتكلم على إيديتا. إيديتا طبعا من الأسهم اللي بدأ في لعب عليها جامد، وفي لسه فيها اللي كان بيسأل لا لسه في عملية تجميع لم تنتهي في هذا السهم. السهم ممكن ينزل إلى مناطق ال 24 87 قرش. طبعا مهم جدا المحافظة على منطقة 28 جنيه 70 قرش، ثم منطقة ال 27 جنيه 20 قرش، وأهم منطقة لا تكسر أبدا
لأن عنده منطقة نزول هنا لم تختبر، اللي هي ال 21 جنيه 90 قرش. فمهم جدا لا تكسر منطقة الايه ال 28 جنيه 60، ثم منطقة 27 جنيه 10، وأهم منطقة هي منطقة الايه ال 25 جنيه 16 قرش، ودي آخر منطقة ممكن أن يحترمها السهم. بعد كده هينزل إلى المنطقة اللي هو ما اختبرهاش أصلا، يعني 22 جنيه. تمام. ده بالنسبة لإيديتا. ممكن طبعا حللته في اللي هو الفيديو اللي فيه 50 سهم. ارجع للقناة هتلاقي فيه فيديو كده موجود فيها من بالظبط هو يوم يعتبر ثالث أسبوع. تمام. هو جاي يعتبر تحليل 50 سهم من أغلب أسهم السوق المصري. هتلاقي فيها الأسهم اللي هو ممكن هتلاقي محلله. تمام، عشان الحلقة ما تطولش. كده احنا يعتبر حللنا السوق، وقلنا إن شاء الله إن احنا في نزول بسيط يوم أو اتنين، وبعد كده هنبدأ صعود إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، وجزانا الله وإياكم كل خير، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وشكرا طبعا دعمك البسيط إذا أحببت طبعا، وفوق راسي لايك ده لانتشار ناس كتيرة جدا تستفيد بهذا العلم، وناس كتيرة تستفيد بهذا الأسهم اللي احنا منزلينها. لعل وعسى يكون حد برضه في نفس السهم اللي انت سألت عليه فيستفيد بالعلم بتاعه زي ما انت بتستفيد فيه غيرك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحب المؤمن يعني المعنى الأساسي للحديث إذا كنت بتحب يعني صدق إيمان المؤمن في إن هو بيحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. يعني إذا كنت بتحب العلم لنفسك حبه لغيرك. لكم مني كل المحبة والتقدير والاحترام، ودمتم في رعاية الله وعزه. إن شاء الله لو كان لنا عمرا إن شاء الله نعود بفيديو إن شاء الله معاكم للتحديث. لو حصل السوء أي حاجة أنا دايما معاكم، وأي حد عنده سهم بينه وبين ربنا يكون موجود فيه ومتعلق فيه يحطه تحت الفيديو، وإن شاء الله هنباشر بتحليله الفيديو القادم. لكم مني كل المحبة والتقدير والاحترام، ودمتم في رعاية الله وعزه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا ننسى الصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.